السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان عرفة. إن شاء الله هقدم لكم فيديو جميل النهاردة لجيلي الفراولة. طبعا معظم الناس بتحب جيلي الفراولة وبنحبها اللي احنا نحضرها بالموز وبالفواكه. إن شاء الله هقول لكم النهاردة ازاي تحافظوا على الفاكهة بتاعتكم اللي انت هتقدموها مع جيلي الفراولة، ازاي تحتفظ بلونها وطعمها والتماسك بتاعها لآخر طبق حضرتك حطاه في التلاجة عندك. اهم حاجه النهارده تتابع الفيديو طبعا معايا للنهايه، ولو حضرتك جديده معايا في القناه اوعي تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم في حلقتي النهارده، وما تنسوش اللايك للفيديو عشان يوصل لاكبر طبعا عدد من المشاهدين، وساعدوني ان القناه تعلى معاكم. نسمي الله. هنا معايا بكوين من جيلي الفراولة نوع الكوكس. ده اسم المنتج. طبعا هنا لكل باكو عليه كوبايتين ميه. انا طبعا استخدمت 2 من الباكو لجيلي الفراولة، وحطيت على كل باكو كوبايتين من الميه البارده، دوبتهم كويس جدا لغايه ما تتاكدي ان هو الجيلي معاكي داب. بتبداي ان انت تضيفيه في حله وترفعيه على النار لغايه ما يبدا. اول ما يبدا في الغليان بتبداي ان انت تدفع عليه النار وتسيبيه يهدى شويه. دي اهم خطوة عشان تحتفظي على الفاكهة ما تسمرش معاكي، اللون بتاعها يفضل طبيعي، كمان ما تتبلش معاكي وتفضل صحيحة لاخر طبق حضرتك هتبتدي تاكليه. طبعا انا سبت شوية من كمية المية عشان اللي انا يعني نضفت بيها الطبق اللي انا دوبت فيه الجيلي عشان تاخدوا الكميه، لان الميه لو زادت برضو الجيلي مش هيربط معاكي. فحاولوا استخدموا المقادير زي ما مكتوبه على الكرتونه بالظبط بتاعه الجيلي الفراوله او على المكتوبه على العبوه. زي ما قلت لكم انا رفعته على النار، اول ما بدأ يغلي ضفت عليه عقبال ما اجهز الخليط بتاع الفاكهه بتاعي اللي هو ده هيخليه يحتفظ باللون والجوده بتاعته كأنك لسه مقطعاه. انا هنا معايا معلقتين من عسل الكلوكوز، ضفته مع ربع كوبايه ميه سخنه عشان العسل الكلوكوز معايا يدوب، لان هو بيبقى تقيل شويه. بتبداي تقلبي الفاكهه كويس جدا وتسيبيها 3 ثواني عشان بس لغايه ما يعني العسل الكلوكوز يتماسك مع الفاكهه. تبداي ان انت تضيفيها في الاطباق بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. وبعد كده هجيب الجيلي بتاعي بعد ما غلي وسبته يبرد شويه. بعد كده ضفته في الكوبايات زي ما انتوا شايفين، واول ما يبرد خالص بتبدأ ان انت تدخليه في التلاجة. بجد الفاكهة معاكي هتقعد لاخر طبق وهي كويسة معاكي، مش هتدبل، ولونها كمان مش هيتغير. طبعا لو حضرتك عايزه تزودي الكميه ممكن تستخدمي الجيلاتين النباتي. الجيلاتين النباتي ده هتلاقيه في مستلزمات الحلويات، برضو هيزود معاكي الكميه. بتضيفي مثلا معلقه من الجيلاتين النباتي على نص كوبايه من الميه الدافيه، واول ما يبدا يعني يدوب بتبدا ان انت تضيفيه على الجيلي وتغليه زي ما احنا عملنا. وبعد كده بعد كده بتضيفيه في الاطباق زي ما انتوا شفتم. وكده الفاكهه معاكي هتقعد لاخر طبق معاكي بالشكل واللون اللي انتوا شايفينه معايا. بجد طعمه حكايه، والطعم نفسه مش هيتغير، بالعكس ده هيفضل زي كأنك لسه مقطعاه. وبعد ما بيبرد خالص بتبدأي ان تضيفيه في التلاجة وتطلعيه وتاكليه بألف هنا والشفا. طبعا معاكم إيمان عرفة. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم وتضغطوا لي لايك للفيديو، واتمنى كمان لو حضرتك جديدة معايا في القناة اوعي تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. واتمنى كمان تتابعيني باستمرار. انا اسفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.